أنا فاطمة، الفنانة التشكيلية اللي كل ما تشد ريشتها لازم تكون عندها حكاية وقصة وإلا موضوع لازم تحكي عليه. الفن عندي ما يقفش عن نقطة الترفيه وإلا الجمال، أما يتعداه الأهداف أخرى أعمق. وعلى خاطرني فنانة ومن أهل الاختصاص نعرف شنو ينجم يعمل الفن، ونأمن بأنه الفن سياسة بجميع أنواعه، رغم الأنظمة الحاكمة تنكر هذا وتحاول تثبت العكس. أنا مثلا الريشة اللي نستعملها في الرسم بالنسبة لي هي سلاحي، نستعمله للتعبير والنقد ونكشف حاجات نرسمها بصورة مزيانة ومعبرة وتوصل للناس الكل. كانت معارضنا ومسارحنا وحتى مراكزنا الثقافية قبل 2011 مقيدة ومغلولة وديما مراقبة من السلطات، وحتى عمل ما يتعدى مهما كان نوعه إلا ما يخضع للمراقبة، وحتى المواضيع نجم تكون محصورة ومفصلة على قياس السلطة وشنو تحب توصل للجمهور في الوقت هذاك. وهذاك علاش ما كانش ثم صدق، والأعمال ما تعبرش عن شعور حقيقي ولا على الواقع، وإذا صار وعبرت لازم تكون بطريقة مخفية ومش واضحة. نتذكر إني في 2009 كنت ساعتها واثقة من روحي ومتحمسة، ومشي في بالي اللي نحن دولة قانون وحريات. حبيت نعمل معرض الأعمال الفنية اللي كانت مواضيعها متنوعة واللي رعيت فيها كل الأذواق، وكان من ضمنها أعمال تصور عنف الشرطة وعدم المساواة الاجتماعية. لكن مع الأسف لقيت معارضة من بعض الزملاء اللي اعتبروا أنه أعمالي هذه لا وقتها ولا مكانها مناسبين، على خاطر فيها نقد للسلطة وتكشف حاجات ما لازمش نحكي عليها، وهذا يمثل خطر علي بالطبيعة. فهمت وقتها اللي أنا نعيش في دولة حرية التعبير فيها مجرد فكرة لا وجود لها في الواقع. بقيت في الأول مصدومة ومكبلة، وحتى الشغف متاعي بالرسم بدا ينقص بشوية بشوية، حتى اللي صار حدث رجع فيا الأمل، رجع فيا الروح، وهي شعلة الثورة، ثورة الكرامة والحرية، حرية التعبير الحقيقي الصادق الهادف. وقتها نجمت والأول مرة في حياتي نرسم بحرية مطلقة من غير حتى خوف، ونرسم ونعبر ونصور واقع حقيقي من غير حتى فيلتر. وهذا ما كنتش فيه وحدي، برشا فنانين ومدونين وموسيقيين تحرروا من القيود اللي كانت مكبلتهم، والنتيجة كانت ازدهار ثقافي وزخم في الأعمال الفنية في تونس. ظهرت المهرجانات المستقلة وولى عنا فن هادف وصادق وحقيقي، وتوسعت الأعمال، وكنت مساهمة في تأسيس جمعية فنية بأثر مجتمعي، ومن خلالها ولاو الشباب الموجودين في أكثر الأماكن والأحياء تهميش قادرين إنهم يشوفوا أعمال فنية وإنتاجات تمسهم، كيف الجداريات وإلا الموسيقى وإلا المسرح. الكل يتفاعلوا ويعبروا بحرية وبصدق ومن غير حتى خوف. وهذا زاد سهل لنا التواصل مع نشطاء مدنيين في جمعيات وإلا مستقلين، ونستعملنا الفن كلغة. الفن مختلف أنواعه ولا بالنسبة لنا شكل من أشكال النضال نصلحوا به مجتمعنا ونخلدوا به قصصنا ومحاولاتنا. لكن اليوم هل ما زلنا محافظين على المكسب هذا؟ أنا حسب ما نشوف واللي نعيش فيه إنه حيوط قاعدة تتسكر شوية شوية، وكل شيء يرجع من أول وجديد. اليوم قاعدين نشوفوا في الرقابة على الأعمال ورقابة شديدة، ونشوفوا في المضايقات اللي يتعرضوا لها الفنانين، وهذا يدل على أنه حرية التعبير مهددة مرة أخرى، وبالتالي مش نرجع للأعمال السطحية والفارغة والمبتذلة من جديد. اليوم قاعد يتفك منا مكسب حرية التعبير كيف ما تفكت منا حاجات أخرى، وإذا فقدناه يعني فقدنا معاه قصصنا وأصواتنا ووجودنا.